اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها وسامحها واسكنها فسيح جناته. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، والنهاردة بقى فيديو جديد كده. والمفروض الفيديو ده اللي كان التومية دي، طريقة عمل التومية كانت مع الشاورما والخروجة بتاعة البسين وكده، بس انا قلت اعملها لكم لوحدها عشان اللي يحب اللي عاوز الطريقة ما يخشش بقى يدور في الفيديو اللي هو التاني. دي على طول هي التومية بس ما فيهاش حاجة تاني وهي طريقتها سهلة خالص، ما فيهاش حاجة. مش عارفة احنا كنا بنجيبها من بره وندفع فيها مبالغ دي اصلا. المهم، جبت 3 معالق نشا، حاجاتها تعتبر كلها في البيت 3 معالق نشا وكوباية مية. وهبتدي بقى وجبت الطاسة دي وهبتدي اقلب فيها لحد ما النشا تدوب خالص خالص، تبقى كلها كده ممزوجة ببعضيها المية والنشا. طبعا انا كنت المفروض كنت عاملة النشا بمعلقة معدن، بس طبعا الطاسة دي غالية على قلبي وغالية تمنها كمان، فرحت مبدلاها بمعلقة سيليكون عشان ما تجرحهاش. دي تيفال كده فاخر من الاخر المهم الولاد وانا بعمل النشا بالميه قالوا لي يا ماما دي طريقه السلايم، احنا لو حطينا عليها لون هتبقى هو ده السلايم اصلا. مع اني انا بقرف منه جدا، بيقعد يلزق في الحاجه بيبقى نهار ابيض اما العيال بيجيبوه. المهم قلبتها لحد ما بقت زي ما انتوا شايفينها كده، وهسيبها بقى على جنب عشان تبرد على ما اعمل الخليط التاني. جبت الكبة بتاعتي وهحط فيها بقى معلقتين توم كده محترمين من اللي احنا كنا مفرزينهم سوا. وايه تاني نحط عليهم تاني؟ نحط نسيت والله. ربع كوباية زيت وربع كوباية لبن. طبعا لا بيتحط عليها توابل ولا بيتحط ملح ولا بيتحط اي حاجة. و3 معالق خل. متنسيش تحطي لايك، شفتي عامله لك ايموشن فوق، متنسيش تحطي لايك. يبقى احنا حطينا التوم، معلقتين توم وربع كوباية زيت وربع كوباية لبن و3 معالق خل و3 معالق مايونيز كبار كده حلوين، عشان هي العامل الاساسي فيها التوم والمايونيز. وهبتدي بقى ان انا اضرب الخليط ده كله كده لحد ما يبقى كله مع بعضه كده، ويعتبر كده خلاص التومية تعتبر الخطوات بتاعتها خلصت، مفيهاش حاجة خالص. هنا بقى انا بشوف ان الخليط كله اتضرب، مفيش حاجة لسه لسه جامدة وهحط بقى النشا كده، هي بردت لازم تتحط اما تبرد. طبعا الكبة كالعادة الكمية كبيرة والكبة صغيرة، بس كسلت بصراحة اطلع الكبة الكبيرة ومواعين وكده، وكان اليوم بتاعنا طويل. انا عملت فيها الشاورما وخرجنا والولاد والكلام ده كله وساعة ساعة ما كنت بعمل التومية، شايفين القوام بتاعها بقى عامل ازاي. انا سايبة يعتبر المواعين اللي انا استخدمتها في الشاورما والحاجات دي لان المية قطعت، سبتها في الحوض. واما رجعت بقى غسلت المواعين كلها، وقفت وقفة محترمة كده في المطبخ حبة حلوين على ما شطبت المطبخ، وكان على عيني ان انا نازلة وما شطبتش المطبخ شايفين الحبة دول عملوا لي كمية حلوة، عملوا لي مثلا 6 علب صغيرة. انا بعد ما فضيتها في العلبة دي انا بحب العلب دي جدا. الراجل لما بروح اشتري منه حاجات بيقول لي يا مدام حضرتك بتشتري مني كميات، لو فاتحة مطعم مش هتشتري الكميات دي. قلت له انا بحب البلاستيكات. اشتريت العلب دي عشان تبقى مع الوجبات، كل وجبة من الشاورما والرز يبقى معاها علبة، محدش يتعدى على حقوق الآخرين وهنا بقى هي الحبة دول عملوا ال5 علب.
العلب دي رخيصة وفي نفس الوقت شكلها حلو وتحسسك بقى ان انتي بتاكلي من بره، عشان الولاد ما يقولوش انتي بتضحكي علينا. وهو فعلا كان الاكل كأنه من بره. الوجبة مع التومية مع البيبسي جبت لهم شيبسي كمان، والفاكهة اللي ما اتغسلتش وما راحتش اصلا معانا، بس اتعشينا بيها يعني، جم حلوا بيها بالليل. وبس هي دي بقى التومية، وما فيهاش حاجة خالص يعني. كان طعمها تحفة وعجبت كل اللي كلوا، بالهنا والشفا.